عايزة اقول لكم ان الطرب من الاكلات اللذيذة المميزة جدا في العيد وغير العيد، وبيحبها الكبير والصغير. ايه رأيكم النهاردة نعمل شوية طرب مشويين زي دول؟ ولا اجمل ولا اروع. مشي معايا كده خطوة خطوة في الفيديو، وان شاء الله هتستفيدي كتير، وهتعمليه بطريقة سهلة جدا جدا، ومش هتضطري تشتريه من بره بمبلغ وقدره. مبدئيا هنجيب المناديل بتاعت الخرفان، لان طبعا هو بيتعمل بمنديل الخروف، فانا جايبة منديلين. هتشتري المنديل اللي هو الخفيف مش التقيل. انا مسميه المنديل الخفيف ده المنديل الدانتيل. اوعي يديك التقيل لانك مش هتعرفي تتصرفي فيه. كمان هتجيبي اللحمه المفرومه على قد ما انت عايزه، وتتبليها تتبيله الكفته بتفل البصل والبقدونس والملح والفلفل وجوز الطيب، وكمان رشه قرفه خفيفه كده، وتقلبيهم في بعض تقليبه كويسه، وتبداي تصبعي صوابع الكفته اللي انت هتستخدميها. الحقيقة أنا يعني هو ممكن من 50 جرام لحد 70 جرام. أنا عاملة الصوبع عندي 50 جرام. لو عملتيه 60 مش وحش، ولو عملتيه 70 يبقى حلو برضو تمام. وهنبدأ نقطع المناديل قطعة قطعة كده زي ما احنا عايزين، ونبدأ نحط صوبع الكفتة في المنديل، ونلف اللفة. كام لفة بقى؟ حوالي من 3 ل4 لفات، ونقطع 3 ل4 لفات ونقطع. عشان ايه؟ عشان هيبقى مناسب جدا للصوبع كمان. يعني هنلفه 4 لفات او 3 لفات عشان الصوبع ما يفكش معاكي، وفي نفس الوقت تبقى نسبة الدهون مناسبة مش كتيرة. تمام. اهو هنحط الصوبع ونلفه 3 4 لفات، وهنستبعد الحتة التقيلة دي مش هنستخدمها. طبعا المنديل بيبقى فيه حتت متكتلة شوية بسيطة كده في الأطراف، دي بنشيلها ما بنرميهاش، دي بنشيلها في الآخر في كيس ونحطه في الفريزر، ونبقى نستخدمه في الطبيخ ولا في أي حاجة. تمام. اهو هنحط الصوبع ونلف القطعة المنديل كده، وهنكمل كل اللي عندنا بالشكل ده. أنا عملت معاكم 4 صوابع قدامكم، وكملت الصينية اللي باقية هوريها لكم دلوقتي. تمام. خلصنا كل المناديل اللي عندنا بالطريقة دي، وعامل الحقيقة كمية حلوة قوي، وعايزة اقول لكم انه شكله حلو جدا، ولما يستوي هيبقى احلى واحلى. هنبدأ نرصه بقى في الصينية اللي هندخلها الفرن. بتحطيه كده جنب بعضه زي ما انت شايفة بالشكل ده، وبتحطيه. هتسويه ازاي بقى؟ هتحطيه على اعلى درجة هتولعي النار على اعلى درجة في البوتاجاز، وتحطيه في الرف اللي في النص. مش هتضيفي له اي حاجة خالص، ولا هتضيفي مية ولا هتضيفي دهون ولا اي حاجة. هو بيستوي منه لنفسه. المية اللي بتنزل من الكفتة كمان مع الدهون اللي بتنزل من المناديل بيسوي بعضه، مش محتاج اي حاجة يا جماعة. شايفين؟ انا فتحت عليه بعد ساعة الا ربع لقيته عامل كده. هحطه تاني واسيبه حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع لحد ما يبدأ يشرب المية بتاعته وينزل كل الدهون بتاعته، ولونه يبقى خطير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص هو كده استوى تسوية جميلة، ولا هفتح عليه الشواية ولا اي حاجة خالص. تمام. بعد كده هتخلص من الدهون دي وهحطها في بولة، واسيب بقى الطرب الجميل الفظيع ده. الحقيقة انا كنت عايزة افتح لكم واحدة بس ما عرفتش لانها كانت سخنة قوي لسه طالعة من الفرن. بس عايزة اقول لكم ريحته وطعمه ولونه يجنن. بعد كده عملت له حتة فحماية وحطيتها في ورق فويل وغطيت عليه عشان اديله طعم الشوي، وقدمناه بالطريقة الجميلة دي. ايه رأيكم؟